في هذه الصورة اللي ترونها يظهر رجل مسن وهو يقود أغنامه بشبك متحرك. ظن بعض الناس أنه مختل عقليا فهو يفعل شيء غير معتاد، وظن البعض الآخر بأنه رجل حريص زيادة يعني عن اللزوم ويخاف على أغنامه من الهروب، بينما ظن آخرون بأنه رجل موسوس خايف على أغنامه من خطورة الطريق. حين سأل أحد المارة عن سبب تصرفه هذا ويأتيه جوابه في الحقيقة الصاعقة، فقال: إني أخاف أن تأكل أغنامي زرع وحشائش الناس فأحاسب عليه أمام الله عز وجل. الشاهد من القصة: أحسنوا الظن بالآخرين، لا تفسروا بعض الأمور مباشرة، يعني مجرد ما تراها قد تكون خلاف ما تتصوره. للأسف قد يظن البعض السوء والشخص قلبه أطهر وأنقى وأتقى القلوب. فرفقا ببعضكم أيها الإخوة، لا تظن ولا تحسب ولا تفكر ولا تفسر أمر رأيته، يعني حتى تتأكد من صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. لا تظن بموقف أو تصرف أو بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شر وأنت تجد لها في الخير محمل، لأن سرائر الناس ودواخلهم وتصرفاتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. حتى يقول أحد السلف: لو رأيت أحد إخواني ولحيته تقطر خمرا لقلت ربما سكبت عليه، ولو وجدت واقفا على جبل وقال أنا ربكم الأعلى لقلت يقرأ الآية، يعني خاصة إذا كان ممن لم يعهد عليه ريبة. فضع ما رأيت من أخيك على أحسن محمل رفقا بالآخرين. إذا كان العبد يصعب عليه معرفة نيته في عمله هو، فكيف يتسلط على نيات الآخرين؟ والله كم من العلاقات انقطعت وتغيرت بسبب موقف رآه الآخر على صاحبه وظن فيه ما ظن، وكبرها وعظمها وضخمها الشيطان، وصاحبه بريء من هذا كله. أسأل الله العظيم للجميع الهداية والتوفيق والسداد.